بسم الله الرحمن الرحيم. هام وخطير جدا. امر هام، لازم نشير الفيديو ده ونوصله لاكبر عدد من الناس. لازم الناس تعرف ايه اللي بيحصل في القطاع، واشتركوا في القناه. انا بنزل العلامه بتاعه الاشتراك من اول الفيديو، فانتوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. لازم الفيديوهات دي توصل، لانها ما بتوصلش. اليوتيوب والتيك توك ما بيرضوش يوصلوا الاشعارات بتاعه الاخبار دي، فاحنا عايزين نوصلها لاكبر عدد من الناس. فشارك انت على الاقل خالص، يعني انا هعمل لك الفيديو وانت على الاقل خالص، اقل تقدير انك انت تشارك اخواننا اللي هناك، نوصل صوتنا لاكبر عدد من الناس عشان الناس تفوق شويه وتشوف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل دلوقتي امر خطير جدا. القوات الاحتلال، انتوا عارفين هم بنجمه زرقاء وضفاير، بدا في التصعيد، في القصف بشده وبعنف في القطاع من اول وجديد. تاني بداوا من اول وجديد ودخلوا بهجمات شرسه وشنيعه وفظيعه. يعني خلصوا على ناس. انا مش عايز اتكلم بالصريح، لان الصراحه دي بتخلي الفيديوهات ما تنتشرش. لا، بيحظروا الفيديوهات من على التيك توك ومن على اليوتيوب. فانا بقول لحضرتك دلوقتي ان هم خلصوا على عدد كبير من المدنيين، 413 واحد. قبل ما نبدأ إن شاء الله تعالى، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما بقول لحضرتك، تشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وأنا هنزلك الإشعار بتاع الاشتراك. خليك معايا. طبعا الرئاسة المصرية بتقول إن الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان أو يدينان عملية القصف دي، العملية اللي بتحصل ده في القطاع. والخارجية المصرية بتقول غارات الاحتلال على غزة تصعيد خطير ينذر بعواقب وخيمة. طيب. حزب الليكود بيعلن رسميا عن عودة بن جفير إلى الحكومة. طبعا راجل أصلا جزار وعاوز أكبر عدد، طبعا أنتوا عارفين، من الشهداء. فالمهم يعني، طيب ليه دلوقتي قوات الاحتلال بتعمل كده؟ قوات الاحتلال بتقول لك ان احنا بنضرب الجيش بتاع الاحتلال، بيقول ان احنا بنعمل الغارات ديت وبنستهدف البنى التحتية العسكرية. وبيقول تاني ان احنا بنعمل الغارات ديت حتى يخرج اكبر عدد من الاسرى. طيب ماشي. ده رئيس الحكومة هو اللي بيقول كده، بيقول ان احنا يعني ان هم بيضربوا علشان يخرجوا الاسرى. الامريكان طبعا ليهم واحد ومقابل وخمس جثث، فهم عايزين الاسير الامريكاني ده، خايفين لا يروح لامريكا ويتكلم ويقول ان الفلسطينيين كانوا بيعاملوهم كويس. دي حاجه. الحاجه التانيه ان النتن اصلا مش عاوز عمليه ايقاف الهدنه. لا، هو عاوز تفضل على طول في حرب مستمره على طول. ليه؟ لان لو انتهت الهدنه، لو انتهت الحرب، معنى كده ان هو هيتشال من الحكومه ويخش السجن الباقي من عمره من حياته. ده انا متهيألي ان هو اكبر مني بكتير، يعني عدى 70 سنه، عدى بكتير يعني. ف... فدوت كده هيقضي بقيه عمره في السجن، وهو بقى رئيس الدوله ورئيس الحكومه، هو اللي بيحكم الامر والنهي، يلاقي نفسه في السجن. فطبعا هو بيصعد. وحتى لو هو هدي، اليمين المتطرف اللي معاه في الحكومه انسحب بن جفير، وسمورتش ما كانش لسه انسحب. فلو انسحب هو كمان كانت هتسقط الحكومه. فهو واقع اسير تحت بن جفير وتحت سمورتش، تحت اليمين المتطرف. فلازم يلبي لهم طلباتهم عشان تستمر الحكومه. يبقى معنى استمرار الحكومه والضرب معناه ان هو موجود وما زال موجود وما زال ان هو بيقود البلد. لان زي ما بقول لحضرتك، لو ما قادهاش ايه اللي هيحصل ان هو هيترمي في السجن. طيب. طبعا الدول العربية، السعودية بتستنكر، وقطر بتستنكر، وطبعا الكويت مع أمير الكويت كان يعني في اتصال هاتفي مع الرئيس بيدينان العملية. وزي ما قلنا حزب القدس بيقول عودة بن كفير رسميا. وجيش الاحتلال بيقول انه بيستهدف بنى تحتية عسكرية في غزة. ده كل ده من عواجل قناة القاهرة الإخبارية. ووزير الخارجية بيقول سنكثف هجماتنا على الجهاد وحركة سماح. هيواصلوا عليهم، يواصلوا الضرب فيهم يعني. وإن عدد الشهداء زي ما أنا قلت لك ارتقى إلى أكتر من 413 واحد. وإن العملية مستمرة وإن هم مش هيهدوا. هم عايزين يعملوا تمديد مدة
50 يوم تاني جديدة تبقى على المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى يعني يمدوها 50 يوم، وبعد كده يقول لك نمد تاني ونمد تالت. فعشان إيه؟ علشان هو مش عاوز يوصل للمرحلة التانية. المرحلة التانية اللي فيها إيه؟ اللي فيها خطة الإعمار اللي مصر حطاها. مصر طبعا عارفين إن إحنا عملنا خطة إعمار، والدول العربية وافقت عليها، والمجتمع الدولي وافق عليها، ومصر والدول العربية وافقت عليها، فأصبحت واقع لازم يتنفذ. فهم مش عايزين ان الواقع دوت يشوفوه. معنى ان هم يشوفوه، اصل دوت مرتبط بالدولة الفلسطينية، بتكوين الدولة الفلسطينية. كون ان هم هيبقوا هيتنزع السلاح، بس زي ما قلت انا امبارح في الفيديو بتاع امبارح، ان هيتنزع السلاح ازاي، واخد بال حضرتك؟ فان هم مش عايزين سماح تبقى في الحكومة، ماشي، مش هتبقى في الحكومة، هم موافقين على كده. لكن نزع السلاح بالنسبة لمصر لا، ما ينفعش ان يبقى الاخوه اخواننا كده قاعدين تحت رحمه الضرب بتاعهم، وهم مش قادرين ان هم يضربوا ولا يدافعوا عن نفسهم. الكلام ده مرفوض، لازم ان هم يدافعوا عن نفسهم. فقالوا ان السلاح يبقى موجود في منطقه معينه تحت الارض، ويبقى في قوات بتشرف عليه، واول ما يحصل ضرب من العدو يبقى ترجع سماح تاني تاخد السلاح بتاعها وتدافع عن نفسها وتدافع عن القطاع. طيب، هل هل ان احنا هنوصل للمرحله الثانيه بالشكل ده؟ على فكره الضرب دوت شغال بمباركه امريكيه. امريكا موافقه على الضرب ده في نفس اللحظه اللي هم الامريكان والانجليز بيضربوا في اليمن. وزي ما قلت لحضرتك امبارح ان هم طلعوا بطلعات حوالي من 75 ل 80 طلعه جويه، ان هم لان هو العدو اصلا بيضرب بالطيران، ما يعرفش ينزل يدافع، ينزل يضرب بالسلاح المشاة والمركبات، لان هم بيخافوا، ما بيضربوش عن عقيده، اللي بيضرب عن عقيده المسلمين. فهم في اليمن طبعا مش هيقدروا يواجهوا اليمن، انما هو ليه هدف. هو ليه ايام بايدن ان هم ضربوا في القطاع وما كانتش ضرباتهم مؤثره، ودلوقتي ضرباتهم مؤثره؟ ليه هم بيعملوا كده؟ طب ما هم كانوا الاول موجودين في القطاع وفي اليمن، وكانوا بيضربوا في اليمن يعني بالطلعات بتاعتهم، بالطيارات بتاعتهم. النهارده ليه هم ضرباتهم بقت مؤثره جدا كده؟ انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، هدف الغرب كله ان هو هيخش في حرب مع الصين. امريكا هتخش في حرب مع الصين، اللي يملك الممرات المائية يبقى مالك الحرب ويكسبها. فهم بالنسبة لهم مضيق جبل طارق يعتبر في ايديهم. باب المندب عايزين يوصلوا لها ويمسكوها هم. فبيعملوا ايه؟ الحجة ايه؟ الحوثيين. يبقى يبتدي يضرب في مين؟ يبتدي يضرب في الحوثيين عشان يوصل لمبتغاه، يعمل قاعدة عسكرية هناك ويمسك الايه؟ باب المندب. طبعا احنا موجودين الناحية التانية فين؟ في جيبوتي، وموجودين في الصومال، وموجودين في اريتريا. فقواتنا موجوده في قاعده عسكريه لينا في جيبوتي. فهم يعني هو عايز يضرب عصفورين بحجر، منه ان يقرفك في قناه السويس. والحمد لله ان قناه السويس ما بقتش زي ما ايام مبارك كانت هي مصدر رئيسي من مصادر ال ال الدخل القومي بتاعنا. النهارده ديت يعني 7 أو 8 مليار دولار، ما بقتش مؤثره جدا، واحنا شايفين من غيرها احنا ماشيين. يعني هما بيضربوا دلوقتي والسفن ممنوع انها تعدي. في الوقت اللي هما قالوا ان احنا هنصعد الضرب في اليمن، اليمن ردت عليهم وقالت لهم اي هدف متحرك سواء كان عسكري او كان مدني، فده بالنسبه لنا هدفه ان احنا هنضربه، ما دام امريكاني او بتاع دولة الضفائر رايح هناك، او يعني بمعنى اصح هم قفلوا الطريق ده كده. البحر الاحمر بقى عبارة عن بحيرة بتلف فيها السفن وكده، وبالتالي احنا خسرنا مصدر، يعني جزء من مصدر من قناة السويس، جزء كبير منه، ودي ماشية معانا ماشي. فهم عايزين زي ما بقول لحضرتك ان يوصل لحاجتين: ان ناخد الممر المائي، وفي نفس الوقت ان انا احرمك من قناة السويس، على اساس ان انا اعمل عليك ديت، امسكها قوة ضغط عليك، هتقبل بعملية التهجير ولا نقطع عليك دي. فانا زي ما بقول لحضراتكم كده، اعمل كومنتات، اكتب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب فيها تحيا مصر ويحيا الوطن العربي، اكتب فيها اللي تكتبه، وشير على اوسع نطاق. وزي ما بقول لحضرتك ما تحرمنيش انا بقى من الاشتراك في القناة علشان نعمل بث مباشر من القناة، فانا محتاج عدد معين يعني. يلا، وندعي ربنا سبحانه وتعالى بأنه ينصر اخواننا ويثبتهم في البلاد اللي هم فيها، اللي هم دلوقتي متضررين فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.